فيديو النهارده لاخواتي اللي في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي، هتاخدوا نصايح باذن الله مهمه جدا من اخوكم اللي اكبر منكم بسنه او سنتين او ثلاثه. انا في اولى ثانوي، متخرج من ثالثه اعدادي بمجموع 262 93.5%. ولكن انا حابب اقول لك نصايح الفيديو النهارده مهمه جدا، فيلا بينا نخش على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نشوف نصايح فيديو النهارده. اول نصيحه، ابعد عن التراكمات. التراكمات دي اوعى تخلي التراكمات تسيطر منك في اي سن في حياتك، اذا كان بقى انت في الجامعه، في الثانويه، في الاعداديه، في الابتدائي، حتى في الحضانه. ما تخليش التراكمات تسيطر عليك. ولو انت موظف عندك 40 سنه في وظيفه، ما تخليش تراكمات الشغل تسيطر عليك، الا التراكمات نبعد عنها في كل المراحل بتاعتنا. ليه؟ سبب مقنع مني ليكم ان هي هتأثر على الحالة المزاجية بتاعتك. الحالة النفسية بتاعتك اهم حاجة انت اكتسبتها او بتكتسبها. فلو اتخرجت من المرحلة الاعدادية وانت هبل، فالنتيجة بتاعتك مش هتفيدك. حتى لو الاول المحافظة وانت هبل فمش هتفيدك. لو انت مريض نفسي مش هتفيدك. فاهم حاجة تكون بعيد عن التراكم. نيجي بقى على النصيحة التانية، وهي حاول تتأسس جدا في اولى وتانية اعدادي. في ايه؟ اتأسس في ايه؟ في 3 مواد: النحو والرياضة عامة والانجليزي، اذا كان جرامر ولا كلمات. ال3 مواد دول مزاملينك لحد ما تخلص ثالثة ثانوي. ولو انت دخلت كلية طبية فالانجليزي معاك، ولو دخلت كلية زي الهندسة فالرياضة معاك، ولو دخلت تربية او اي كلية تانية فالعربي معاك. يعني ال3 مواد دول مواد اساسية، وعلاء ندم انه ما يتأسسش فيهم بالذات لما دخل ثالثة اعدادي. اتصدم، لقى ثالثه اعدادي هو منهج اولى اعدادي وثانيه اعدادي واخدينه وحاطينه في ثالثه اعدادي. فلازم تذاكر كويس جدا في اولى اعدادي وثانيه اعدادي. اللي يقول لك تفنيخ في اولى وثانيه وتشد حيلك في ثالثه، قول له امشي عشان ما تديكهاش لا مؤاخذه في الكلمه بالجزم. انا قالوا لي فنيخ في اولى اعدادي وثانيه اعدادي ففنيخت، اللي هو انا نقصت 10 درجات و15 درجه و20 درجه في اولى اعدادي وثانيه اعدادي. لكن انا فنيخت. يعني ايه فنيخت؟ يعني ما ذاكرتش كويس وما تاسستش كويس. فايه اللي حصل؟ ضعت في ثالثه اعدادي ولميت نفسي بقى على النصيحه الثالثه، وهي حاول تذاكر اول باول. مذاكرتك اول باول دي بتمنع عنك النصيحه الاولى، وهي التراكمات، بتمنع عنك التراكمات. فمذاكرتك اول باول، اول ما تاخد الدرس روح البيت حله واحفظه وافهمه وطبق عليه. لو انت فهمت حفظت طبقت، عمري ما الدرس هيتنسى وعمرك ما هتراكم. افهم احفظ طبق. علاء كان ماشي بالقاعده دي في ثالثه اعدادي والحمد لله، ربنا بارك لي الحمد لله يعني. نيجي بقى على النصيحه الرابعه، هي اوعى تدخل في اي علاقه عاطفيه لو انت كشخص عندك عقده نفسيه. ازاي؟ علاء انا مش فاهم يعني ايه عقده نفسيه. ان العلاقه دي تكون توكسيك، تكون مؤذيه. مش فاهم يا علاء. يعني انك تحب واحده كل همها انك تخرج معاها وتسهر معاها بالليل. طب انا دلوقتي كشخص ورايا امتحانات هصحى الفجر اذاكر، ازاي ادخل في علاقه عاطفيه وانا المفروض اصحى الفجر اذاكر؟ مش طبيعي صح؟ مش طبيعي. فحاول اوعى تدخل في علاقه عاطفيه مستفزه او مؤذيه. طب يا علاء انت دخلت؟ دخلت، لكن العلاقه بتاعتي كانت مختلفه شويتين. وهي كانت قايله لي لو اتخرجت بثالثه اعدادي بمجموع كويس جدا ودخلت تمريض هنبقى مع بعض. هي دلوقتي في اولى تمريض وانا في اولى ثانوي وما دخلتش تمريض. ما عرفتش تشد حيلك يا علاء. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. ما تنساش تحجز معايا في المنتدى اونلاين، هتكون على الرقم اللي نازل قدامكم على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من $0.5 يعني ببلاش حرفيا. وبرضه ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. السلام يا رجاله.